السلام عليكم. واش عمرك فكرتي كمواطن مغربي ملي كتشري ديك الدويره ديالك بدم جوفك باللي من حقك المطلق تبدل فيها كيف ما بغيتي، تريب شي حيط باش توسع الصالون او تدمج جوج بيوت، او غير بغيتي تبدل الزليج وتصاوب الكوزينه وتزيد ديكورات ديال القبص، وتخيلتي باللي هادشي ساهل وما كيحتاج تعقيدات اداريه مادام الدار ديالك ومحفظه بسميتك، ولكن فجاه كتلقى راسك متابع قانونيا وشرطه التعمير واقفين عليك في الباب وكيقولوا لك حابس الاشغال، راك ارتكبتي مخالفه خطيره وجريمه تعمير كيعاقب عليها القانون. وهذا الشيء اللي غنكتشفوه اليوم في هذا الفيديو، حيت غادي نفصلوا لك بطريقه مبسطه كيفاش تفرق بين رخصه الاصلاح ورخصه البناء، باش ما توليش من مواطن باغي يحسن ظروف سكنه المخالف كيواجه مساطر معقده ديال ايقاف الاشغال وحجز المعدات وقرارات الهدم الصارمه اللي كتنفذ على نفقتك، بل وغرامات باهظه وعقوبات سالبه للحريه بسبب التعديلات اللي جابها القانون 1290 والقانون الصارم 66/12 اللي دار ثوره في المقاربه الزجريه ورد المخالفات للجنح. وقبل ما نغوصوا في التفاصيل الخطيره اللي كتقيس جيب كل مواطن، كنشجعك تضغط دابا حالا على زر الاعجاب وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات باش ديما يوصلك الجديد ديالنا وتستافد من هذا المحتوى التوعوي والتحليلي اللي كيبسط القوانين بالدارجه اللي كيفهمها الجميع واللي غتخليك ديما غادي في السليم. باش نفهموا مزيان هذا الموضوع خاصنا نعرفوا باللي المشرع المغربي من خلال مراسم بحال ضابط البناء العام فرق بشكل دقيق بين جوج ديال الرخص تفاديا لاي تاويل اداري تعسفي. فرخصه البناء هي قرار اداري وقائي والزامي ملي كتبغي تبني مبنى جديد من الاساس او تزيد طابق اضافي او تدخل تغييرات جوهريه كتمس الهيكل الاساسي للمبنى بحال السواري، او تبدل الواجهه والتصميم الاصلي، او ملي تبغي تغير الغرض المخصص للمبنى بحال تحول شقه لعياده طبيه او محل تجاري، حيت هادشي كيحتاج موافقه صريحه من الوكاله الحضريه ورئيس الجماعه. وهذا الرخصه مده الصلاحيه ديالها سنه باش تبدا تحفر الاساسات، والا كتلغى بقوه القانون وكيخصك تعاود من الزيرو، وكتطلب تكوين ملف تقني فيه تدخل ضروري ديال مهندس معماري معتمد اللي كيحط الملف في منصه رخص وكتخلص عليها رسوم جبائيه مرتفعه. اما رخصه الاصلاح فجات كآلية بعلنه باش تسهل الماموريه، وهي مخصصه للاشغال الخفيفه على بنايه قانونيه وعندها رخصه السكن بحال تعديل التصميم الداخلي اللي ما كيقيسش الهيكل نهائيا او تجديد شبكات الماء والضوء. وهذه الرخصه كتخرج في اجل سريع ما كيفوتش 10 ايام، والصلاحيه ديالها 6 شهور فقط غير قابله للتجديد، وتقدر تدفع طلبك لراسك بتصميم مبسط ووثيقه الملكيه. والمريح هو انه كاين اعمال حره معفاه تماما من اي ترخيص بحال الصباغه الداخليه او تبدل الزليج بشرط ما تستعملش مواد ثقيله تخلق احمال تضر النجار، او تغيير البيبان والنوافذ للداخل بنفس الحجم بدون مساس بالواجهه، او ديكورات القبص الخفيفه اللي ما كطيحش الردمه. دابا اجي نهضروا على نقطه حساسه كتعتبر خط احمر كيطيحوا فيه الاغلبيه ملي كيبغيو يبدلوا الفصاله ديال شققهم، وهو التمييز بين الجدران الحامله والجدران القاطعه او لي كلوازون وعلاقتهم بقانون الملكيه المشتركه 1800. فالجدران القاطعه او لي كلوازون هي حيوط خفاف السمك ديالها غالبا ما كيفوتش 12 سنتيمتر وما هزه حتى تقل، وهذه قانونيا جزء مفرز ديالك وتقدر تريبها برخصه اصلاح عاديه. ولكن الكارثه ملي كتقيس الجدران الحامله او السواري اللي كيكون السمك ديالها فايت 25 سنتيمتر ومبنيه بالخرسانه المسلحه، حيت هذه الحيوط هي اللي هزه العماره كلها والثقل ديال السقوفه. وبموجب الماده 4 من قانون الملكيه المشتركه، هذه الاجزاء الهيكليه كتعتبر اجزاء مشتركه بقوه القانون بينك وبين الجيران، يعني داك الحيط اللي كيسحاب لك ديالك بوحدك راه ملك شائع، وإلا تجرأتي وريبتي جزء منه راك كترتكب جنايه في حق سلامه المبنى وكتهدد ارواح العائلات. وهذا الشيء مستحيل ترخصوا لك الجماعه برخصه اصلاح، بل كيخصك رخصه بناء تعديليه ودراسه هندسيه وموافقه اجماعيه ديال كاع الملاك المشتركين. وحتى في الاشرار البسيطه اللي ما كتقيسش الهيكل بحال ازاله حائط قاطع، ورغم انك ما محتاجش لتصويت الجمع العام، الا انه من الناحيه العمليه خاصك ضروري تعلم السانديك وتاخذ الموافقه ديالو باش تنسق وتيره الاشغال وما تبرزطش الجيران وما تعمرش الممرات بالردمه، حيث هذا التنسيق هو اللي كيحميك من الشكايات الكيديه اللي كتجيب لك السلطه وتوقف الاشغال ديالك. وملي كنهضروا على السلطه خاصك تعرف باللي القانون الجديد 66/12 دار زلزال اداري وما بقاش داك التساهل ديال شحال هادي. فبمجرد ما تتجاوز النطاق ديال الرخصه وتولي مخالف للقانون، بحال ملي كتاخذ رخصه اصلاح باش تصبغ وكتستغلها كغطاء باش
تبني بيت في السطح أو تهدم جدار حامل، أو ملي كدير شي تغيير في الواجهة وتسد الشرفة بزاج بلوط رخيص، أو ملي كتسكن وتستغل المحل التجاري وتكريه قبل ما تاخد رخصة السكن أو شهادة المطابقة. فهنا كطيح في المحظور وكتدخل على الخط فئة جديدة من الموظفين وهما مراقبو التعمير تابعين للوالي والوكالة الحضرية اللي عندهم صفة ضابط الشرطة القضائية. وهاد شرطة التعمير عندهم الحق يدخلوا للورش في أي وقت بلا إذن مسبق، ويأمرك بإيقاف الأشغال في البلاصة، ويقدروا يحجزوا السلعة ومواد البناء ويشمعوا الورش نهائيا ويحطوك حارس قضائي عليها. وإلا تعنتي كيكتبوا محضر معاينة خطير وكيتصيفط للنيابة العامة ووكيل الملك اللي كيبادر بتحريك الدعوة العمومية. وهذا الشيء كيوصل لغرامات مالية كتبدا من 2000 درهم وتقدر توصل حتى ل 220 ألف درهم في حالة إحداث تغيير في واجهة المبنى، وكيوصل للحبس من شهر حتى ل5 سنين في المخالفات الجسيمة بحال التجزيء السري. وزيد عليها باللي المسؤولية ولا التضامنية، يعني مشرع كيعاقب الشركاء بحال المقاول والمهندس اللي ما بلغش في أجل 48 ساعة، وحتى بائع مواد البناء. وفي الحالات الخطيرة كتدخل السلطة وكتصدر قرار قاهر ديال الهدم الفوري. والمصيبة أنك أنت كمواطن مخالف اللي كتخلص جميع مصاريف الهدم والجرافات داخل 48 ساعة. وهذا الشيء كيعتبر دين عمومي ممتاز كتحصلوا الخزينة العامة، ويقدر يوصل للحجز التنفيذي على حساباتك البنكية، بل وحتى بيع الأصل التجاري ديالك. ولكن رغم هذه الصرامة المرعبة، الدولة فتحت باب الأمل وعطات فرصة ذهبية للمواطنين باش يصلحوا أخطاء الماضي من خلال رخصة التسوية اللي جات في مرسوم استثنائي جديد وتمدد الأجل ديال إيداع الملفات ديالها حتى لشهر ماي 2025. وهذه رخصة التسوية كتمثل عفو إداري كتسمح لك تقنن وضعية بناية قديمة بنيتيها بلا رخصة أو خالفتي فيها التصميم الأصلي. والجديد هو أنه وخا يكونوا شرطة التعمير داروا لك محضر مخالفة شحال هادي، راك تقدر اليوم تستافد. وهاد رخصة التسوية كتحل محل رخصة السكن وكتخليك تفك التجميد على العقار ديالك وتدخلوا كل ثقة لمسطرات التحفيظ العقاري، وتسهل عليك تبيعه بقيمته وتورثه أو تاخذ عليه قروض بنكية. ولكن هاد الشيء كيستثني البنايات الآلية للسقوط اللي كتشكل خطر على الأرواح أو اللي مبنية في مناطق محرمة بحال مجاري الأودية والملك العمومي. وفي الختام كنوصيك نصيحة ذهبية كمواطن باغي يبني أو يجدد سكنه ويحافظ على استثماره: عمرك تثيق في التفاهمات الشفوية ديال بعض أعوان المراقبة أو التطمينات ديال الجيران اللي كيقولوا لك غير بني في الليل وما غيشوفك حد، حيت محضر واحد كافي يصيفطك للمحاكم ويكبدك غرامات باهظة. وابتعد كليا على السماسرة واعتمد ديما على المسار الرقمي وحط ملفك في منصة رخص باش تضمن حقوقك. وإياك تقيس الجدران الحاملة، راه المساس بسلامة العمارة ماشي لعب. فالبناء العشوائي ولا جنحة جنائية مكتملة الأركان، والمعرفة الدقيقة ديالك بهذا الخط الفاصل بين الإصلاح والبناء هو الدرع القانوني اللي غيحميك ويحمي فلوسك من شبح الهدم اللي ما كيرحم حد. كنتمنى يكون هذا الفيديو وضح لك الصورة وبسط لك قوانين التعمير. ما تنساش تخلي لنا الرأي ديالك في التعليقات وتقول لنا واش فايت لك واجهتي شي مشكل مع رخصة الإصلاح أو السانديك. وشارك هذا الفيديو مع عائلتك وصحابك في الواتساب وفيسبوك باش تعم الفائدة على الجميع وما يطيحش شي واحد في نفس الفخ. وشكرا جزيلا على المتابعة الدائمة ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم.